بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على قائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. لا عدوان إلا على الظالمين ولا حرب إلا على الكفرة والمرتدين. أعزائي مشاهدي قناة السوري الحر، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المميز مع أحد الأخوة ضباط الصف المشقين عن هذا النظام المجرم. طبعا اللقاء يجري مكتب القناة في محافظة حمص وريحها. أخي المجاهد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله بكم. طبعا لنا عدة أسئلة سوف نقوم بعرضها عليكم، ونتمنى الإجابة طبعا بكل شفافية وبكل معنويات قوية. بداية، هل تحدثنا عن وضع العاصفة الثلجية وعن وضع البرد في هذا البلد طبعا في ريف حمص الشمالي؟ الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. الحمد لله، الأمطار تعم معظم منطقتنا في سوريا ومدن سوريا، وخاصة في حمص وريفها. العاصفة الثلجية قوية على مدينة تلبيسي وريفها، والأهالي يعانون من البرد الشديد، وبعضهم نزح إلى ريف المدينة من أجل طلب الدفء والأمان. لأن المدينة ما فيها المواد اللازمة للتدفئة، والدخان يعم معظم شوارعها. طبعا بسبب التدفئة على الأحذية وعلى النايلون وعلى قطع البلاستيك طبعا القديمة. طبعا. ولكن الحمد لله رب العالمين، يعني أنا بقول إني وضع العاصفة طبعا هي من الله عز وجل، الخير من الله والشر من أنفسنا. يعني هي أهون من قذائف هذا النظام المجرم. يعني يوميا نظام مجرم يحاربكم بشتى أنواع الأسلحة، يقوم باتباع طريقة الأرض المحروقة، يعني براميل، صواريخ موجهة، قذائف، راجمات. ولكن الحمد لله رب العالمين الشعب السوري تعود على هذا الوضع وعلى هذه المعاناة من الله عز وجل. ولكن طبعا عبر قنوات التواصل الاجتماعي، صفحات الفيسبوك وصفحات التواصل، طبعا معلومات استخباراتية ولكن غير مؤكدة بأن النظام سوف يقوم بشن حملة على الريف الحمصي، طبعا الريف الشمالي، بالتعاون مع ميليشيات إيرانية. ما هي استعدادات ومعنويات المقاتلين لديكم طبعا من جيش حر ومن فصائل إسلامية أخرى مقاتلة؟ هذه المعلومات غير مؤكدة، ولو أنها مؤكدة فالنظام متفكك ونحن مستعدون له، نحن والفصائل الإسلامية على الأرض. والحمد لله رب العالمين. يعني النظام متفكك، ما عنده الإمكانيات والقدرة على اقتحام ريف حمص الشمالي، تلبيسي أو الرستان، ما عنده الإمكانيات. ونحن الحمد لله جيش حر وفصائل إسلامية مستعدون له. يعني من قديما حاول اقتحمنا النظام أكثر من مرة، بس كنا نصدى له بإنبوكشن، بروسية، ببواريد صيد، يعني أسلحة خفيفة جدا. أما الحمد لله الآن عندنا أسلحة متطورة، وعندنا مجاهدين أبطال صامدين، وما بحسن يفوت النظام ولا بأي طريقة أنه يقتحم ريف حمص الشمالي. طبعا أنتم صراعكم مع هذا النظام المجرم هو صراع وجود، لا صراع حدود يعني. نعم أخي، صراعنا صراع وجود، نكون أو لا نكون. نعم. والحمد لله إن شاء الله نحن وشعبنا صامدون حتى النهاية، حتى تحقيق آخر طلب من متطلبات الثورة إن شاء الله، الثورة الكريمة التي قادها الشعب الكريم، قادها الشعب السوري الكريم، الشعب السوري الشريف طبعا، الخارج من أجل طبعا هذه الثورة هي ثورة العز والكرامة طبعا. نعم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين، فنحن منتصرون، نحن نتأمل الخير من الله عز وجل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. طبعا النظام السوري يحاربنا بشتى انواع الوسائل، من سلاح ومن اعلام، على صفحاته او صفحات التواصل الاجتماعي وعلى قنواته المغرضه المدبلجه. يقول النظام الاسدي طبعا المجرم يوجد خلافات بين
فصائل من الجيش السوري الحر ومن الفصائل الإسلامية. يعني ما ردكم على هذا الكلام؟ هذا قول خاطئ، هذا قول لا معنى له من الصحة. نحن بالجيش الحر والإسلاميين في خندق واحد ضد قتال جيش الاحتلال الأسدي وميليشياته الشيعية المتألفة من حزب الله ومن فصائل شيعية عراقية ومن شيعة أفغان. نحن والإسلاميون في خندق واحد تحت هدف واحد، وهو التخلص والقضاء على جيش الاحتلال الأسدي من جذوره إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. طبعا أخي أبو عدي، أنتم يوميا متواجدون في الخنادق وعلى الجبهات. يعني فيك تحكي لي شوي عن المعاناة عندكم على الجبهات؟ شو في عندكم معاناة؟ يعني طبعا برد، ثلوج، أمطار، وضع سيء. فيك تحكي لي شوي عن معاناتكم؟ يعني أخي أبو طلال، الحمد لله رب العالمين، معنويات شبابنا رغم الثلج رغم البرد القارس، والحمد لله رب العالمين شبابنا معنوياتهم عالية ومرتفعة، وهم صامدون في الخنادق وفي الجبهات، وهم وبفضل الله سبحانه وتعالى متمسكين بهذه القضية، قضية الدفاع عن الإسلام وقضية الدفاع عن أهلنا وشعبنا المظلوم من قبل جيش الاحتلال. وهم الآن على الجبهات وينتظرون فرجا من الله سبحانه وتعالى والنصر إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أخي أبو عدي، طبعا عبر قناتنا قناة السوري الحر، ماذا توجه كلمة لإخوتك المجاهدين؟ شو بتقول لهم؟ أوجه لهم كلمة بالثبات وبالصبر وبالرباط، وإن شاء الله النصر قريب، والله يعطيهم العافية على كافة المجاهدين والجيش الحر والمرابطين على كافة الجبهات. الله يحميهم، الله ينصرنا وينصرهم على عدونا وعدوهم جيش الاحتلال الأسدي، وإن شاء الله النصر قريب. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام محمد سيد البشرية قال بمعنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا صدق رسول الله بمعنى هذا الحديث. ماذا تقول للأمة الإسلامية والأمة العربية؟ يعني نحن ثورتنا والله العظيم أنا أقولها على ملأ، نحن خرجنا من أجل هذه الراية، راية أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أخي يعني نحن منذ طبعا 6 أشهر الدعم قليل جدا من الأخوة المسلمين ومن الأخوة العرب. ليس عتبنا على الصليبيين، ولا عتبنا على اليهود، ولا عتبنا على الملحدين، عتبنا على هذه الأمة الإسلامية وعلى هذه الأمة العربية. يعني ماذا تقول لهم؟ يعني أطفالهم في المدارس، نساؤهم تحت المكيفات، يتوفر لديهم الماء والكهرباء وكل متطلبات الحياة، وشعبنا هنا يقتل ويقصف ويدمر، وفوق كل هذا معاناة حقيقية. يعني نحن يوميا نخرج بتقارير على كافة المحطات طبعا. يعني ليس الموضوع خاص بقناة السوري الحر، في كافة القنوات المعارضة والقنوات المحايدة. يعني شو بتقول للأمة العربية والأمة الإسلامية؟ أقول لهم أن ينظروا بعين الرأفة وبعين العطف على الشعب السوري الذي قام، ليس قمنا من أجلنا بل من أجل الأمة العربية بشكل عام، وأن يحترموا الطفل قبل الشيخ في سوريا، لأننا فعلا قمنا ونجاهد ونقاتل من أجل الأمة العربية بشكل عام عن الغزو الخارجي، وهو الذي يتمثل بالطائفية الصفوية الإيرانية والصليبية أيضا كذلك. نعم كذلك والصليبية. وأنا أقول لهم وأوجه لهم أن يدعموا وأن يقولوا كلمة حق أمام هذا الظلم وهذا جيش الاحتلال الأسدي والصفويين والصليبيين الذين يتآمرون والذين يكيدون المكائد على الأمة العربية بشكل عام وليس على سوريا بشكل خاص. نعم. يعني هلا نحن نلاحظ على القنوات الإعلامية وضع إخواننا النازحين في المخيمات، في أرسال، في طبعا في لبنان، في الأردن، في تركيا، معاناة حقيقية. يعني عاصفة ثلجية قوية، برد،
الأطفال تموت من البرد، تموت من الجوع، تموت من قلة الإغاثات. والله العظيم يعني أنا أقول وكل يعني الملأ يعرف والقاصي والداني يعرف، يوجد أخطاء وسلبيات في هذه الثورة، ولكن والله العظيم نحن الحق. وأنا أوجه يعني رسالة إلى هذه الأمة، إلى أمة المليار، إلى الأمة العربية. والله العظيم سوف تقفون يوما أمام الله عز وجل، سوف يحاسبكم ماذا قدمتم لهذا الشعب المظلوم، لهذا الشعب الفقير. يعني رملت نساءنا، ذبحت شبابنا، قتلت أطفالنا، دمرت منازلنا، ونحن خرجنا من أجلكم، خرجنا لنصرتكم، ولكن يعني والله خذلتونا. والله يا أمة المليار خذلتونا، يا أمة العرب خذلتونا. يعني أنا أتعجب بأمراء الخليج، برؤساء الدول العربية، بملوك الأمة الإسلامية. نحن الدعم أخي أبو ليل يعني الذي يأتي إلى الثورة السورية هو يأتي من الشعب العربي الشريف، أو من المواطن المسلم الشريف، وليس من الحكام. نحن نتمنى عبر هذه القناة وعبر هذا المنبر أن يدعموا هذا الشعب الفقير، هذا الشعب المظلوم، ولكن نحن لا نشكو أمرنا إلا إلى الله عز وجل. الله خلقنا ولا يأتي من الله إلا كل الخير. في بضع كلمات في نهاية هذا اللقاء، ماذا تقول؟ أخي أبو طلال كما قلت، يعني أقول أنا أيضا: كن مع الله ولا تبالي. نعم. لا نريد من إخواننا العرب إلا كلمة حق، والدعم، وما مثل ما قلت الدعم يأتي من المواطنين العرب الأشقاء الشرفاء، وليس من الحكام. نقول: ستقفون أمام الله، ستقفون أمام رب الأرباب هو الله سبحانه وتعالى، وسيسألكم ماذا فعلتم لإخوانكم في سوريا، فماذا تجيبون؟ وأقول لإخواننا إخواننا النازحين في الأردن وفي تركيا وفي لبنان: كان الله معكم، وكان الله سندا لكم، وأتمنى لكم الخير إن شاء الله. ترجعوا إلى بلادكم سالمين غانمين، والنصر لثورتنا، والنصر لأمتنا العربية إن شاء الله بإذن الله عز وجل. وأنا أقول في نهاية هذا اللقاء: والله سوريا لولا المظالم كانت فوق المليون جنة. والله العظيم عليه الصلاة والسلام قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. الخير في سوريا والبركة في سوريا، وراية الإسلام، راية العقاب بإذن الله مرفرفة فوق هذه الجبال في سوريا بإذن الله. وأقول لك بشار أسد إلى زمن التاريخ: الثورة بإذن الله منتصرة، الرحمة للشهداء، والفرج للمعتقلين في السجون الأسدية، والشفاء للجرحى، ونصر الثورة. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. سدد الله رميكم والنصر لكم. وأنا أقول: إخوتي المجاهدين، إخلاصنا خلاصنا. تقبلوا تحيات أنا عثمان الطلال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.